بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في كذا حاجة. هنتكلم عن سافيو، رحيل سافيو من النادي الأهلي. هنتكلم عن موضوع مهم جدا وتفاصيل قيد الثلاثي لعيبة نادي الزمالك اللي لغاية دلوقتي لسه ما تأيدوش، وهقول لكم التفاصيل. كمان هتكلم عن كهربا هيدفع الغرامة المالية ازاي لاتحاد الكورة او للاتحاد الدولي بقى ونادي الزمالك. كمان هتكلم عن تشكيل مباراة الزمالك وتوقعاتي لمباراة الزمالك والمريخ السوداني ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. هبدأ اول حاجة برحيل سافيو. سافيو يعني الفترة اللي فاتت ما اقنعش إدارة النادي الأهلي وما أقنعش الجهاز الفني للنادي الأهلي. مستواه مش مميز كلاعب برازيلي، يعني يبقى أفضل من اللعيبة المصريين في النادي الأهلي. دايما لما الأهلي أو أي نادي بيجيب لعيب أجنبي لازم يبقى لعيب أفضل من اللعيبة اللي موجودين في الفريق يعني. لكن سافيو ما عملش أي إضافة. يمكن بدايته كانت كويسة وجاب جون في مباراة الزمالك في السوبر، هي دي الحسنة الوحيدة اللي عملها سافيو من ساعه ما جه. فكولر الفتره اللي فاتت اتكلم مع اداره النادي الاهلي ان هو مش محتاج سافيو، وبدليل كمان ان هم يعني سافيو خرج من قائمه الاهلي في بطوله كاس العالم، كاس العالم للانديه. سافيو ما كانش موجود في القائمه. فخلاص الاهلي اتفق مع نادي بوليفار، نادي بوليفار البوليفي اللي كان بيلعب فيه سافيو قبل ما يجي النادي الاهلي. يعني اتكلموا مع النادي الاهلي. الاهلي كان جايب برونو سافيو بمليون 400 الف دولار، مليون 400 الف دولار و100 الف دولار عموله للوكيل بتاعه. يعني كله برونو سافيو يكلف النادي الاهلي مليون و500 الف دولار. الاهلي دفع منهم 400 الف دولار فقط، ودفع برضه مستحقات سافيو. انا المليون و400 او المليون و500 دول اللي هو النادي الاهلي اشتراهم بيه من نادي بوليفار البوليفي. فالاهلي قسم الفلوس على اقساط، دفع منهم 400 الف دولار. فالاهلي اللي انا سامعه يعني هيستغنى عن 400 الف دولار والفلوس اللي دفعها برونو سافيو على اساس ان هو لعب بيها الفتره اللي فاتت، وهيرجع مره اخرى ومش هيدفع بقيه الاقساط. وده اتفاق هيحصل ما بين الاهلي وبوليفار البوليفي، وهيرجع برونو سافيو لنادي بوليفار البوليفي في الفتره الحاليه، ان هناك القيد مفتوح في بوليفيا. يعني دول امريكا الجنوبيه وخصوصا بوليفيا القيد دلوقتي مفتوح، وبالتالي يعني سافيو مش هيكمل مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وهيرجع مره اخرى الى نادي بوليفار بالتفاصيل اللي انا قلتها لكم عليها. والاهلي دفع قسط واحد من فلوس سافيو 400 الف دولار لنادي بوليفار، ومش هيدفع بقيه الاقساط. ده قصه برونو سافيو. خلاص هيرحل وهيرجع تاني نادي بوليفار البوليفي. حاجه تانية بالنسبه لقيد ثلاثي لعيبه الزمالك، اتحاد الكوره طبعا في مأزق، مزنوقين، خايفين يرجعوا في قرارهم ويأيدوا لعيبه الزمالك، يبقى شكلهم وحش قدام الانديه، ويبقى يعني الفتره اللي فاتت وفي يعني انقسام داخل مجلس الاداره، وفي جزء او بعض اعضاء مجلس الاداره عايزين يأيدوا لعيبه الزمالك، خصوصا الاتحاد الدولي ادى الحق للاتحاد المصري ان هو يتصرف في القصه دي. ادام ما فيش حاجه تمنع نادي الزمالك من القيد، فاتحاد الكوره هو اللي، فاتحاد الكوره عشان يخرج من الزنقه دي راح مودي الموضوع للجنه فض المنازعات في اتحاد الكوره. وهي لجنه فض المنازعات هي اللي هتقرر قيد لعيبه نادي الزمالك، عشان ما يبقاش القرار يعني اتحاد الكوره رجع في كلامه بالبلدي كده. فلجنه فض المنازعات في اتحاد الكوره هي اللي هتقرر قيد لعيبه الزمالك، ولعيبه نادي الزمالك هتتأيد. النهارده حتى المدير المالي لنادي الزمالك راح اتحاد الكوره معاه شيكات بحوالي 7 مليون جنيه. اتحاد الكوره رفض الشيكات. فالمهم المدير المالي رجع تاني لنادي الزمالك، جاب 4 مليون كاش و3 مليون شيكات. اتحاد الكوره قبل ال 4 مليون جنيه ورفض برضو الشيكات اللي هي ب 3 مليون، ووعد المدير المالي لنادي الزمالك ان هو هيرجع يوم الاحد ببقيه الفلوس اللي هم ال 7 مليون. ال 7 مليون دول من المديونيه اللي على نادي الزمالك، جزء من المديونيه على نادي الزمالك. وفي بقى لو لعيبه الزمالك هتتأيد، يبقى هيبقى في 3 مليون اللي هي رسوم توثيق العقد وبعض المصاريف كده لقيد لعيبه نادي الزمالك. لكن طبعا هننتظر اتحاد الكوره، بس تحقيق اللعيبه هتتأيد. يعني اللعيبه هتتأيد الثلاثي احمد بالحج وناصر منسي ومحمود شبانه، اللعيبه هتتأيد في نادي الزمالك، ولكن القرار هيكون من خلال لجنه فض المنازعات داخل اتحاد الكوره المصري، عشان اتحاد الكوره المصري مش عايز يخلي شكله وحش يعني ويرجع في قراره
بقيد لعيبه نادي الزمالك. دي تفاصيل حصلت النهارده. موضوع الفلوس الزمالك والشيكات اللي الزمالك بعتها، واتحاد الكوره رفض الشيكات ورجع المدير المالي ب 4 مليون جنيه، وهيكمل الفلوس يوم الاحد اللي جاي. وهنستنى نشوف لجنه فض المنازعات يوم الاحد او الاثنين هتقرر قيد لعيبه نادي الزمالك. زي ما بقول لكم ده هيبقى قرار، وهيتأيدوا وهيلعبوا مع نادي الزمالك بدايه من مباراه سيراميكا في بطوله الدوري الممتاز. ثالث حاجه هتكلم فيها النهارده موضوع كهربا. انتوا عارفين الاتحاد الدولي الفتره اللي فاتت اداله 60 يوم مهله عشان يدفع غرامه نادي الزمالك. الزمالك الغرامه 2 مليون وحوالي 350 الف دولار بفوائد التاخير، ولكن طبعا كهربا هيدفع نص الغرامه عشان النص الثاني فريق او نادي ألافيش البرتغالي، هو ديبورتيفو ألافيش البرتغالي هو اللي المفروض هيدفع النص الثاني. فاللي انا عرفته ان كهربا كان بقاله فتره شايل 2 مليون دولار في حسابه في البنك. 2 مليون دولار من فتره كبيره، وطبعا 2 مليون دولار بس حاططهم وديعه وحاططهم شهادات، فبيطلعوا فلوس فوائد. فالنادي الاهلي وعد كهربا ان هو هيكمل له فلوس. النادي الاهلي اداله 15 مليون جنيه اللي هي قيمه عقده عن الموسم الحالي، وفي وعد برضو الكهربا ان هو هياخد 5 مليون جنيه او 6 مليون جنيه من حمله اعلانيه هيعملها النادي الاهلي، وفي بعض رجال الاعمال هيساعدوا في دفع قيمه غرامه. لكن كهربا مأمن نفسه بال 2 مليون دولار اللي موجودين في البنك. دي فلوس كهربا نفسها، يعني كهربا عنده فلوس كهربا حاطط 2 مليون دولار في البنك بتطلع له فوائد، فهو مأمن نفسه. والغرامه هتدفع في ميعادها قبل حتى انتهاء المهله. والاهلي زي ما قلت لكم لما لغايه دلوقتي حوالي 20 مليون جنيه الكهرباء من قيمه الغرامه، وفي بعض رجال الاعمال كمان هتساعد الفتره اللي جايه. فكهرباء هيدفع الفلوس ومفيش مشكله خالص، هتدفع لنادي الزمالك قبل انتهاء المهله. وكهرباء زي ما انتم شايفين طبعا الفتره اللي فاتت بيشارك وبيلعب مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وفي الدوري وفي الكاس وفي كل البطولات. حاجه كمان برضو عايز اتكلم فيها، البطوله العربيه اول امبارح نزل نظام البطوله العربيه للانديه اللي هتقام ان شاء الله خلال الفتره القادمه. 37 نادي، البطوله اسمها كاس سلمان للانديه العربيه. البطوله هيبقى فيها 37 نادي عربي من كل الدول العربيه هتشارك، ولكن هيبقى فيه ادوار تمهيديه في يعني قريب بدايه من شهر مارس وابريل القادم، ادوار تمهيديه. وعلى يعني بعد كده هيصعد من ال 37 نادي 16 نادي، ودول هتبقى في بطوله مجمعه او دوره مجمعه هتتعمل في السعوديه في شهر 7. هتبقى دوره مجمعه اعتقد من 20/7 ل 5 اغسطس، 15 يوم. وهيتلعب ال 16 نادي اللي هيوصلوا في الاخر الى الادوار النهائيه. البطوله هتتعمل مجمعه في السعوديه، هيبقوا 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرق، يعني كل نادي هيلعب 3 جولات، وهيصعد من كل مجموعه من الاربع مجموعات اول وثاني، يلعبوا على طول على دور الثمانيه ويحصل خروج المغلوب بقى اللي هي النوك اوت. الزمالك هيشارك في البطوله بصفته بطل الدوري، والاهلي كمان هيشارك في البطوله العربيه القادمه بترشيح من الاتحاد العربي لكره القدم. الاتحاد العربي عايز يعني يجيب انديه شعبيه كبيره عشان ينجح البطوله، وبالتالي تم ترشيح النادي الاهلي وتم ترشيح نادي النصر السعودي. وكمان الاهلي سعيد بالمشاركه في البطوله العربيه. ونفس القصه الزمالك، ان جوائز البطوله العربيه قويه جدا، مجموع جوائز البطوله حوالي 12 مليون دولار، واللي هيكسب المركز الاول هياخد لوحده 6 مليون دولار. فجوائزها تعتبر اكبر من الجوائز دوري ابطال افريقيا او حتى بطوله السوبر افريقيا اللي المفروض الاهلي هيلعبها. بس كده الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا وهيشارك ايضا في البطوله العربيه. لغايه دلوقتي مصير السوبر افريقيا ده المباراه اللي بطوله السوبر ليج الافريقي دي لسه لغايه دلوقتي يعني ما تحددش بالظبط هتتلعب امتى. فدي تفاصيل برضو البطوله العربيه. وفي نادي ثالث هيشارك من نادي من مصر، ولكن مفروض كان اللي هو يكون صاحب المركز الرابع في الموسم اللي فات اللي هو فريق طلائع الجيش، لكن حتى الان لسه ما تعرفش النادي الثالث بصفه مؤكده اللي هيشارك في البطوله العربيه. لكن الاهلي والزمالك هيشاركوا اكيد في البطوله العربيه القادمه ان شاء الله، وهيلعبوا على طول على الادوار، يعني مش هيخشوا في الادوار التمهيديه، لا كنديين كبار طبعا في الوطن العربي هيلعبوا من الدوره المجمعه اللي هي 16 فرقه اللي هتتلعب في السعوديه ان شاء الله في شهر يوليو 2023.
ماتش الزمالك والمريخ بكره السوداني، الزمالك هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بالمباراه الاخيره امام سموحه، ان ده كان افضل تشكيل لنادي الزمالك، ما عدا في كلام على حمزه المسلوسي ان هو يلعب مكان محمد طارق، على اساس ان حمزه المسلوسي عنده خبرات في افريقيا، فده يعني التغييره الوحيده اللي ممكن تحصل. لكن لغايه النهارده الزمالك طبعا وصل ليبيا وتم استقباله بشكل كويس جدا. لغايه النهارده في التدريبه الزمالك هيلعب بنفس تشكيله مباراه سموحه، هيلعب ما عدا محمد صبحي، هيلعب محمد عواد، هيرجع محمد عواد لحراسه مرمى نادي الزمالك. خط الظهر محمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، وزي ما قلت لكم احتمال حمزه المسلوسي اللي يلعب على حساب محمد طارق، احتمال بسبب خبرته الافريقيه. باك رايت سيد نيمار او لعيب نص ملعب ناحيه اليمين سيد نيمار، ناحيه الشمال محمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا وسيف جعفر في نص الملعب، والثلاثي الامامي شيكابالا، سيف الجزيري، احمد سيد زيزو. دي التشكيله بتاعت نادي الزمالك. وفي 3 لعيبه في نادي الزمالك الفتره الاخيره مستر فيريرا مش مقتنع بيهم، الزناري ومصطفى شلبي، الزناري ومصطفى شلبي وسامسون ايكينولا. 3 دول مستر فيريرا مش مقتنع بيهم خالص مع نادي الزمالك، واعتقد ان هم مش هيكون ليهم دور في المشاركه خلال الفتره القادمه مع نادي الزمالك. الزمالك هيعمل ماتش كويس ان شاء الله مع المريخ السوداني، واتوقع ان شاء الله فوز نادي الزمالك 1-0 على المريخ السوداني. كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته، ان دي مباراه مهمه جدا 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 جدا. لازم الزمالك يكسبها عشان يكون عنده فرصه ان هو يكمل مشوار افريقيا ان شاء الله، بعد طبعا الخساره اللي حصلت من فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجوله الاولى. نتمنى نادي الزمالك التوفيق، واتوقع ان شاء الله فوز نادي الزمالك 1-0 باذن الله.